سلام بنات، مرحبا بكم معايا في فيديو اليوم الثاني عشر من رمضان ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معاكم طويجين بالدجاج والفريت، وغنوجد معاكم واحد السلطه اللي رائعه منعشه وسهله في التحضير، وطبعا حتى مخيمرات اللي غنرافقوا بهم الطويجين ديالنا. اول حاجه ما تنساوش ديروا لايك، ديروا اشتراك في القناه وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش يوصلكم كل جديد. فعلوا جرس التنبيه. شكرا لكم بزاف على تفاعلكم وعلى تعليقاتكم. اول حاجه هنايا غادي ندوزو نوجدوا الطويجين ديالنا اللي غيشد لينا الوقت، فخصنا نديروه هو الاول يطيب، حيت غنديروه على عافيه مهيله. هنا خديت يعني الكميه ديال الدجاج اللي هنا تقريبا عندي نص دجاجه، ماشي تقريبا راه عندي نص دجاجه، غير هي كونجلا انا قسمتها. ضفت هنايا درتها في الطاجين، درت عليها زيت الزيتون، درت عليها واحد ربع حامضه مصيره. هاد الحامض كيجيب واحد اللذه خطيره في هاد الطاجين. غنضيف عليهم واحد المعلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس مطحونين. غندير التوابل، غندير السكينجبير، الخرقوم، التحميره، الابزار، وغندير حتى شويه ديال الثومه بودغ وشويه ديال البصله بودغ. هنايا عندي واحد ربع كأس ديال الماء ذوبت فيه الزعفران الحر، حتى هو راه كيجيب واحد اللذه خطيره لهاد الطاجين. صافي غنغطي على الطواجين ديالي وغادي نديرو فوق البوطه باش يتشحر مزيان، وطبعا ما تنساوش الملحه. غنديرو باش يتشحر مزيان فوق البوطه، ما غاديش نضيف باقي الماء نهائيا لهاد الطاجين من غير هاد ربع كأس اللي درت فيه الزعفران الحر. هنا غندوز باش نوجد هاد الدنجال اللي غنشويه هو والفلفله في الفران باش نديروه في السلطه. وهذا هو السر ديال نجاح هاد السلطه هادي، هو هاد الدنجال مشوي مع الفلفله في الفران، راه كيجيب واحد المذاق خطير. يعني راه واحد المذاق ماشي واحد المذاق غير طبيعي في هاد لاصالات، كيجي زوين زوين بزاف، غير جربوه وردوا عليا. صافي هنايا غنقطعهم قطع صغيره، انا قطعتهم مكعبات. الفران طبعا غنديرو على درجة حرارة 210 أو 220، حيت هنايا بيتها تشوى ومبيتهاش تطلق الماء نهائيا. صافي انا استعملت هنايا الفلفله حمراء وفلفله خضراء والدنجال، تقدروا تستعملوا حتى الفلفله الصفراء او لا فقط تكتفيوا بنوع واحد من الفلفله، لكم الاختيار. صافي هنايا غنديروهم بجوج واحد يعني واحد الطويصه، غنديرو مليحه، ابزار، شويه ديال الثومه بودغ، شويه ديال البصله بودغ، وشويه ديال زيت الزيتون مع شويه التحميره. صافي وغنخلطو مزيان هاد المكونات وغنفرشهم في واحد اللاطه اللي غادي تدخل للفران. الا بغيتو نبقى نكثر لكم من هاد الوصفات ديال لي سالاد، بقاو تخليوها ليا في التعاليق، وان شاء الله كل مره نشارك معكم وصفه جديده. وطبعا كما كنعرفوا نبداو فطورنا بسلطه راه مزيان بزاف، يعني كنكونوا خفاف وما كنكثرش على المعده ديالنا من الاول، ما كنبلوكيوهاش، فملي كناكلوا سلطه كنوجدوا لو كور ديالنا باش يستقبل الماكله. صافي هنايا الطويجين ديالنا راه تشحر، غادي ندير عليه واحد جوج دروسه ديال الثوم، وغندير عليها البصله اللي قطعتها شرائح. وانتم الكميه البصله كتبقى عندكم اختياريه. صافي غنزيد عليهم واحد مطيشه صغيره اللي قطعتها حتى هي قطع صغيره، ثم غنغطيو عليه وغنخليوه يطيب على خاطرو. ما غادي نزيدوش نهائيا الماء، حيت البصله غتطلق الماء، الدجاج حيت كنكونجلا غيطلق الماء، ديك مطيشه حتى هي، فما غاديش نضيفو الماء نهائيا. صافي هنايا غندوزو للصلاد. عندي الخس اللي قطعته، غادي نضيف عليه ديك الفلفله والدنجال راهما تشواو، شفتوهم كي كيجيو، راه ما كيبانش المذاق ديالهم نهائيا في الصلاد، ولكن راه كيعطي واحد المذاق راه خطير. صافي غنضيف هنا المايس، عندي خيزو اللي حكيته في الحكاكه غليظه، عندي الخيار تا هو اللي قطعته صغير، وعندي طوماط سوريس. صافي كنخلط مزيان هادشي. نتوما تقدروا تزيدوا الطون الا بغيتو، انا صراحه ما كيعجبنيش معها الطون فما كنديروش. بالنسبه لاصوص غادي نستعمل المايونيز، غندير تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال المايونيز. وهنايا غنضيف عليهم واحد جوج معالق كبار ديال الفرomاج بلون، راه كيجي واعر معاهم، كيجيب واحد اللذه خطيره. ما عندكمش تقدروا ديروا واحد ياغورت ناتيو. غندير شويه ديال الفلفل الاسود، زيت الزيتون، وعصيره ديال الحامض، وطبعا الملحه. وصافي هذه هي السلطه ديالنا، كتكون واجده، راه كتوجد بسرعه وكتجي خطيره بزاف وبنينه، سيرتو الا بديتو بها يعني رافقتوها مع الطاجين هكا ولا مع اللحم برقوق ولا، فكتجي زوينه بزاف. صافي هنا راه ساليت السلطه ديالي، غنغطيها جانبا وغادي ندوز باش نوجد المخمرات ديالي.
او قبل ما نوجد المخيمرات غادي ندير بطاطا نرافق بها الطاجين. انا هنايا عندي هاد بوتيتوس، هذه كنشريها هكا، كتعجبني بزاف، كتجيني احسن من الفريت. فغنطيبها في الفران حتى هي على درجه حراره 220، غنخليها طيب وغادي ندوز باش نوجد المخيمرات ديالي. هنا عندي الدقيق القمح الكامل مع الفينو، زدت عليهم شويه الملحه، شويه ديال الخميره مع السكر، وغادي نجمع بالماء دافي العجينه عاديه ديال المخامر. غير هنا شويه انا غنديرها شويه مرخوفه صافي. وفي الاخر ملي كنجمعها كندهنها بشويه ديال زيت الزيتون، وغنخليها باش ترتاح واحد 15 دقيقه. ما دلكتهاش نهائيا، فقط جمعتها في داك البول ودرت ليها الزيت وغطيتها، ما دلكتش يعني، ولكن راه كيجيو مخامرها واعرين. هنا ما دلكش طبعا حيت يعني عندي دقيق ديال القمح كيعاون حتى هو في العجينه، ماشي بحال الاخر بحال الفورص. صافي هنا راه من بعد ما ارتاحت دزت كنشكلها كويرات وصافي. غادي نبدا نقرص. هنايا راه قرصت بشويه ديال الفينو، خلطت معاه واحد شويه ديال الفورص غير باش نقرص، اما الفورص نهائيا ما استعملتوش في العجينه. صافي ما كنرققهمش عاوتاني بزاف، كنديروهم مويان وغنخليوهم حتى هما يرتاحوا واحد 15 دقيقه، وغنبداو نيشان باش نخبزوهم، ما غاديش نتسناوهم يخمروا. هما المخيمرات ديالي كنديروها في الاول في المقله، يلا كتنشف من التحت كنقلبها، يلا كتشد راسها عاوتاني كنبدا نقلبها. صافي كنبدا نقلبها حتى تبدا تنتفخ كما كتشوفوا معايا في الفيديو. صافي غير كتنتفخ معايا المخيمره ديالي كنبدا نحمرها من الجوانب. هكا كيجيو المخيمرات ديالي خاويين من الداخل، يعني ناجحين مليون في المية، وبطريقه سهله طبعا وبلا ما نعذبوا راسنا بالدليك او لا يعني نكثروا بزاف ديال المراحل. صافي هما المخيمرات ديالنا يعني تقريبا ساليتهم هنايا كلهم الحمد لله انتفخوا وجاو واعرين وخاويين من الداخل. صافي الفطور ديالي ها هو وجد، ها هي لاصالات ديالي درتها في طبيصيل، الطويجين ديالي حتى هو درت عليه بوتيتوس. صراحه كنت انا بغيت ندير دجاج ديال الدجاج بالزيتون، ولكن ما كانش عندي الزيتون، ففي الاخر درت بوتيتوس حتى هي جات مع زوينه. والمخيمرات ديالي هما كتشوفوهم منفوخين خاويين من الداخل، كيجيو يعني ناجحين مليون في المية. صافي هكا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. شكرا لكم بزاف على يعني المتابعه ديالكم والدعم ديالكم. عفاكم ما تنساوش ديروا لايك وديروا اشتراك في القناه وبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب، وفعلوا جرس التنبيه باش يوصلكم كل جديد. وطبعا الى عندكم اي ملاحظات اي تساؤلات يعني ولا بيتو شي حاجه نطورها في القناه خليوها لي في التعاليق. وشكرا لكم بزاف وبصحه فطوركم، الى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.